هاي الرسالة من رسائلكم عشان فسيخ وعشان شم النسيم. بتحكي هاي الزوجة إنه في مصيبة، نقاش بينها وبين زوجها. النقاش عادي بيني وبين ياسمين وجوزها، وياسمين وجوزها علشان خروجة شم النسيم. هو حكى لها الأحسن نقعد في البيت ونجيب فسيخ وناكله بالبيت أحسن، ما بدنا حد رايح حد جاي يلدلنا باللقمة. هاي قصتنا لليوم، إن شاء الله إنكم تستمتعوا معي. أنا ريتا جمال، بحبكم بالله، صلى على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نبدأ القصة. علشان شم النسيم ختمت بمصيبة. نقاش عادي بين ياسمين وزوجها علشان خروجة شم النسيم. هو حكى لها الأحسن نقعد بالبيت ونجيب الفسيخ وناكله بلا حد رايح جاي يطلع علينا على لقمتنا. ياسمين اتضايقت وحكت له احنا متجوزين بقالنا سنة وما خرجناش غير كم مرة بهاي السنة، كل مرة بخناقة ونكد. الموضوع سخن بينهم، راح قايل لها طب والله العظيم ما حناكل الفسيخ لا بالبيت ولا نطلع زي الناس. ياسمين سكتت وما حكت ولا حرف، حطت له منوم في الشاي علشان تعمل له مصيبة، علشان تدبره ليش يحلف كل كلمة عليها ملك. انه افرض انت حلفت وصار اشي مصيبة بيننا، او تحلف علي بالطلاق علشان طلعة نطلعها زي هالناس من السنة للسنة. ياسمين سكتت وما حكت ولا حرف، حطت له المنوم بالشاي ونام خالص. بعد ما نام جابت شكرتين اسمنت وجابته وحطتهم عليه على السرير وهو نايم، واستنت لحد ما الاسمنت نشف. وقفت قدامه حكت له ها أعجبك هلأ خرجتنا؟ أعجبك إن طلعنا؟ وهي شم النسيم وهي القعدة الحلوة اللي ما في زيها يا عصام. هلا عصام في المستشفى بيقيموا الاسمنت عنه. كل المحاولات باءت بالفشل، والدكاترة حكوا راح يقعد بالسرير وقت أطول لمدة سنتين لحد ما يجي شم النسيم السنة الجاية. بيستاهل ليش يحط راسه براس مرته؟ انت عارف ان كيدهن عظيم. اوعى تزعل مراتك، اوعى انك تكسر بخاطرها. هي فسحة من السنة للسنة على قولة ياسمين. ليش تكسر بخاطرها؟ هي دبرتك وانت بالاسمنت مش راح تقدر تطلع منه، هيك حكوا الدكاترة. أكيد هاي قصة مش حقيقية، القصة بس للفكاهة لا أكثر ولا أقل. فصحوا زوجاتكم، عاشروهن بالمعروف أو اتركوهن بالمعروف كمان. وهاي قصتنا لليوم، خفيفة لطيفة، ما في أحلى منها. وبحبكم بالله، صلى على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت معكم ريتا جمال، بحبكم بالله. لا تنسوني من دعوة حلوة منكم. الله يفرج علينا وعليكم يا رب. أستودعكم الله التي لا تضيع عنده الودائع. سلام.